بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامله معاكم ريفيو حلو قوي قوي عن الشرشوبه اللي هي الدواره دي، اللي هي فيها مصفى من جوه دي. حلوه قوي قوي قوي. عجباني قوي الصراحه، والماتيريال بتاعتها حلوه. اي نعم هي غاليه شويه، بس ايه، بس حلوه متينه يعني تستحمل باذن الله. هي من الوطنيه. هي بتيجي، يعني افتحها معاكم بقى. هي شكلها ده كده. افتحها معاكم. انا فتحتها قبل كده، مش هقول لكم فتحتهاش، لا فتحتها بس عشان اعرف مكوناتها ايه. دي كده. ادي كده مكوناتها. هي بتيجي معاها قطعتين من دي، يعني ادي شرشوبة، والتانية انا فتحتها بس عشان اشوف شكلها. يعني بصراحة ملمسها حلوة قوي، وقطن بجد، يعني حلوة قوي، هتعجبك. لو جبتها ان شاء الله تعجبك. يبقى هي بيجي معاها دي وواحدة زيادة عليها، وهو الجردل عبارة عن ده كده. شفتي؟ ومصفى ستانلس. هو المصفى بتاعته ستانلس كده بالشكل ده. دي بقى اللي هتتركب فيها الشرشوبة دي كده. هنشوف دلوقتي هنركبها ازاي. وبيجي معاها تاني طبعا الايد بتاعتها كده. بيجي معاها الايد بتاعتها، والايد برضو ستانلس ومتينه وحلوه قوي. يعني احلى حاجه فيها دي. هنشيل بس الكرتونه دي عشان نوسع لنفسنا كده، وناخد دي كده. يبقى مكوناتها اللي هي العصايه بتاعتها دي ودي اللي يعني المدوره دي اللي هنحط فيها ايه، الشرشوبه بتاعتنا اللي هي دي. ومعاها الشرشوبة الزيادة دي. اكيد طبعا لها قطع غيار بره، لو انت دي مثلا باظت منك او حاجة، فانت عندك واحدة تانية. ومتهيألي لو ممكن تلاقي لها يعني على حجمها واحدة كمان. بس هي طبعا حاجات الوطنية معروفة، والماتيريال بتاعتها معروفة جدا، مش محتاجة ان انا اتكلم عنها. الصراحة يعني حاجتهم بتبقى حلوة ومتينة جدا وسعرها حلو. طيب انت جبتها منين؟ انا جبتها صراحة من فروع رنين. كانت عاملة عليها عرض، بس يعني في ناس كتير كانت موجودة قالت ان هي سعرها في الوطنية بتاع الجملة اغلى من كده. يعني انا كنت جايباها ب612. بس يعني بيقولك هي اسعارها بتتفاوت. في رنين عاملين عليها عرض، مش عارفه ازاي، بس هي يعني في ناس كتيره قالت ان هي في اسعارها في الشركه ذات نفسها اغلى من رنين. بس هي دي الاصليه يا جماعه على فكره. يعني هي دي الاصليه. والاستانلس اللي فيها ده استانلس اصلي، يعني الاستانلس ده ما بيصديش. هما بيقولوا ما بيصديش، بس احنا هنشوف، هنجرب ان شاء الله. ومع الوقت برضو هعمل لكم ريفيو عنها تاني لو هي حلوة او وحشة. بس انا متأكدة ان شاء الله ان هي هتبقى جميلة، وانا صراحة مرتاحة لها وعجباني جدا جدا. اول حاجة هنعملها هنركب دي كده. منين بقى؟ يعني اهي شايفة، هتيجي من هنا كده وتركبي دي كده، بتتلف اهي ما شاء الله. ادي دي كمان هنحط فيها ايه، دي كمان هتتركب هنا كده. دي كمان هتركب هنا كده، بس انا مش هركبها دلوقتي، لان انا وانا بركبها لوحدها كده اسهل، لان انا جربت الصراحه. في ناس تقولك انت بتفكي دي وتدخلي هنا ومش عارفه ايه. والله ما لها اي لازمه. لو فكيتي دي ما لها اي علاقه خالص بتركيب دي خالص. يعني ملهاش اي علاقه ان انت تشيلي دي كده وتركبي دي، ملهاش اي علاقه، لان دي منفصله عن دي اصلا. فملهاش اي لازمه ان انت تشيلي دي وتحطي دي، ملهاش لازمه ان انت تفكي وتركبي، لا. هو كل اللي هتحتاجيه، كل اللي انت هتعمليه، هتدخلي دي كده، يعني هتنزلي دي كده كده وتدخلها هنا. بس مشكلتها الوحيدة ان هي بتبقى عايزة ضغطة جامدة جدا. فانا جربت الصراحة اعملها كده ما نفعتش، فلازم ضغطة كبيرة قوي عشان تدخل في بعضها. طيب الضغطة دي هنعملها ازاي؟ هنضغطها كده على الارض كده
انا هنا بس وسعت لنفسي علشان اعرف اضغطها. انا يعني ثبتها كده كده ماشي. هتثبتيها كده بالشكل ده كده، وما تجيش من دي عشان دي ما تتكسرش معاكي. يعني انت خلي تركيزك كله في الحته دي كده اهي اهي معاكم اهي. والله ما فصلت ولا عملت حاجه. ادي اتركبت وبقت جميله وخلاص يعني وجامده. اضغطي بقى عليها جامد خلاص كده. هي دي كانت اهم حاجه، يعني دي اهم حاجه تركيبها، اهم حاجه عشان ما تطلعش معاكي وانت بتمسحي او حاجه. بعد كده هتجيبي دي كده وتلفي، ولا محتاجه اي حاجه خالص اهي. لفيها جامد كده بس كده اهي. طيب احنا كده خلاص خلصناها. في تاني دي يعني الحلقة دي كده انتي بتنزليها. هي لو نازله تحت سيبيها نازله تحت، لو هي طالعه هتيجي منزلاها كده. طيب دي لازمتها ايه؟ دي لازمتها ان انتي لما بتحطي دي كده عشان تعصري تيجي عامله كده، ترفعي كده وتيجي عامله كده اهي. ما انتش عايزه الحركه دي هتيجي رافعه دي كده لفوق اهي اهي كده. شوفي كده ثبتت اهي، ما بتتحركش معاكي ولا بتلف معاكي ولا اي حاجه. احب ان انت النهارده تقولوا لي رايكم عن ايه، عن الريفيو الحلو ده. ولو حابين فيديوهات بالشكل ده قولي لي برضو في تعليقاتكم. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم وتستفيدوا منه، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم ريفيوهات تانية كتير عن حاجات حلوه ان شاء الله انا اشتريتها. يا رب الفيديو النهارده بقى يعجبكم وينول رضاكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.